يا أخي، المرأة خلقت ساعية، لها أرجل، خلقت رجلا، لم تخلق تمشي على أربع، ساعية، ومهمتها أساس التربية وتربية العقيدة. لذلك وصفها الله في سورة يوسف بالشمس، مصدر العقيدة. والأب انعكاس. ليس لي مهمة أن أختار تربية ابني، أنا مهمتي أن أختار المرأة الصالحة التي تربي ابني، المرأة العاملة الكادحة التي تحفظ الأمانة. فما صلح بيت إلا فيه امرأة صالحة، وما فسد بيت إلا وفيه امرأة فاسدة، وإن كان رب البيت نبي. وإن كان رب البيت نبي. فالمرأة هي القيادة. أنا لم أؤمر بسترها،